السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدين قناة ميو، أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات. عروسة كفر الدوار حديث السوشيال ميديا. عروسة كفر الدوار اللي ظهرت في الكوافير في احتفال خطيبها بيها في استقباله، كانت متضايقة وعلامات الاستغراب والاشمئزاز كانت على وجهها، وكان ردود أفعال التواصل الاجتماعي مخالفة للواقع، لأن تفسيرها إن العروسة مغصوبة، وده لأن صاحبة الكوافير نشرت الفيديو إن العروسة مغصوبة. ولكن بعد لقاء اللي احنا شفناه وظهر على التواصل الاجتماعي، الشاب عريس الزوجة المغصوبة كما أطلق عليها السوشيال ميديا، ظهر وقال إن كواليس الموضوع إن العروس كان محتاجة إن عريسها يكون ببدلة، ولكن ظروفه الاجتماعية لا تسمح والمادية لا تسمح، فهو عامل بسيط وكلف الخطوبة من فستان وميك اب وما إلى ذلك، كل ما يملكه من أموال، وإنه جيب لبس عادي، وهي عشان كده كانت زعلانة. والعروسة المغصوبة برضو أكدت في الفيديوهات على هذا الحال. بلاش نجرح خواطر الغلابة والشقيانين والتعبانين. كل واحد مننا عنده اختلافات مع الطرف الآخر، سواء زوجة أو خطيبة أو حبيبة. أسعد الله أوقاتكم باليمن والخير والبركات.